يعني ايه فعل مساعد في الانجليش؟ بنسمع الكلمة دي اكيد. فعل مساعد، يعني ايه فعل مساعد في الانجليش؟ الفعل المساعد في الانجليش او في اي لغة اوروبية غربية، اللغات الاوروبية الغربية كلها فيها افعال مساعدة. انجليزي، فرنسي، ايطالي، اسباني، الماني، كل اللغات دي فيها افعال مساعدة. يعني ايه فعل مساعد؟ ببساطة، الفعل المساعد ده هو فعل من افعال اللغة. الفعل المساعد ده لما بيجي مساعد في جملة، لما بيجي فعل مساعد هو فعل من الافعال بتاعت اللغه العاديه. لكن في بعض ازمنه بيجي فعل مساعد. لما بيجي فعل مساعد، الفعل المساعد ده بيجي في الجمله بدون معناه. الفعل المساعد بيجي في اي فعل مساعد، سواء في الانجليش. طبعا في ازمنه في الانجليش كتير جدا بتاخد افعال مساعده، وغير الانجليش كل اللغات الاوروبيه الغربيه كلها فيها افعال مساعده. فالفعل المساعد فعل بيجي في الجمله بدون معناه. الفعل المساعد ده فعل بيجي في الجملة بدون معنى. طب بيجي ليه؟ بيجي فقط لتحديد زمن الجملة. يبقى الفعل المساعد ده فعل بيجي في الجملة بدون معنى، لكن بيجي فقط لتحديد زمن الجملة. يعني زي ايه كده؟ لما مثلا بقول ايه في الانجليش، مثلا اقول ايه؟ Do you speak English? Do you speak English؟ طبعا ده سؤال. السؤال ده معناه انت بتعرف تتكلم انجليش؟ Do you speak English؟ مش do يعني يفعل. دو يعني يفعل. لكن لما اقول دو يو سبيك انجلش معناها تفعل انت تتكلم انجليزي؟ طبعا لا. دو هنا جاي فعل مساعد. ليه؟ عشان يحدد زمن الجمله بس. عشان نقول الجمله دي question، ده سؤال في زمن المضارع البسيط. ليه؟ ببساطه، لو شلنا دو وخليناها did وخلينا نفس الجمله، تبقى did you speak English، نفس الجمله ثابت. الدو بس اللي اتغيرت. Do you speak English، شلنا do وخليناها did، هتبقى did you speak English، نفس الجملة زي ما هي كده، أصبحت ماضي بسيط. فطبعا الفعل المساعد بيجي بدون معناه، لكن بيحدد فقط زمن الجملة. زي مثلا لما بقول برضو مثل تاني لفعل مساعد تاني في زمن تاني، اللي هو مثلا المضارع التام. لما بقول I have spoken، مش معروف ان have يعني يملك. لما اقول I have a pencil، I have a pen، I have a notebook، I have a book، I have a window. يعني انا عندي شباك، انا عندي باب، انا عندي كتاب. I have هنا جاي فعل بمعنى العادي، هنا جاي فعل عادي مش مساعد. لكن لما اقول I have spoken، هنا have جاي فعل مساعد مش جاي بمعنى. I have spoken معناها انا اتكلمت، ده في المضارع التام. فطبعا الفعل المساعد في اي لغه فعل مساعد في اي لغه بتيجي فيها افعال مساعده، واللغات الاوروبيه الغربيه كلها بتيجي فيها افعال مساعده. الفعل المساعد هو فعل بيجي في الجمله بدون معنى، ولكن بيجي فقط لتحديد زمن الجمله. ده الفعل المساعد ببساطه. and good luck.